سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس بصحه جيده. جيتكم فيديو جديد، جبت لكم هذه المملحات البنات بعجينه مورقه كما عجينه المسمن البنات، بصح نديروها في الفرن. ان شاء الله رايحين تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. قبل لا نبداو مع الفيديو نصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبداو مع المقادير. واش نحتاجو؟ 4 كيسان فرينه، بياض حبه بيض، مغرف سكر وشويه ملح والماء. هنا نخلطوا المكونات مع بعضهم ومن بعد تبعوا طريقه البنات. بعد ما نلموها نعركوها شويه كما راكم تشوفوا البنات، ومن بعد ندهنوها بالزيت ونديروها في ساشي ونخلوها تريح. من بعد نروحوا نحضروا لاصوص تاعنا. هنا جبت البصله، درت معها واحده فلفل حار وشويه فلفل كحل وملح. بعد ما ذبلت درت لها شويه زيت وخليتهم يقلوا حتى نتذبل كامل هذيك البصله كما راكم تشوفوا البنات. من بعد ما ذبلت زدت لها سكالوب مرحين، نحبوا نديروا صدره كما تحبوا. خلوهم يطيبوا مليح ونروحوا نورقوا العجين. هنايا جبت زبده طريه وزيت وقطعت العجين هذاك لربع دويرات البنات كما راكم تشوفوا. من بعد خليتهم يريحوا شويه ونبداو نحلو فيه. هنا نروحوا للعجين البنات نحلوه عادي كأننا نحلو في المسمن. بعد ما نحلوها البنات مليح ندهنوها بالزبده، نديروا لها طبقه تكون مليحه ونطبقوها كما نطبقوا المسمن ونخلوها تريح. هنا البنات بعد ما طاب هذاك البصل والدجاج درت له الطماطيش وشويه ماء وخليتهم يقلوا. بعد ما شربوا هذاك الماء نديروا لهم الفرماج، ومن بعد ما يذوب الفرماج نطفوا عليه. نجيب سنيوه ندهنوها زين بالزبده ونبداو نحلو العجينات هذوك اللي شكلناهم معنا كما نسمن. تبعوا البنات الطريقه كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما كملتهم جبت لاصوص بعد ما برد ونبدا نعمر فيهم. تحبوا البنات شكلهم كما تحبوا، انا حبيتهم بهذا الشكل. هذه الكميه اللي تحصلت عليها نجيبوا هنايا صفار البيض وندهنوهم، وكي نكملوا نديروا لهم شويه سانوج من الفوق ندخلهم البنات يطيبوا ونوريهم لكم. راني خرجتهم الفول البنات، شوفوا اللون تاعهم. نروح نحطهم في طبق تقديم ونوريهم لكم. شوفوا البنات الشكل النهائي، صدقوني البنات جاو روعه. ان شاء الله رايحين تجربوهم وتخلوا لي رايكم في التعليقات. دوك نوريكم هذيك القرمشه اللي فيهم. وصلنا البنات نهايه الفيديو، نقول لكم تبقوا على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.